بيتكم يترك لكم خرابا. لكن ده انت يا رب، ده انت كنت بتنطق الكلمات ديت وعينيك بتدمع. انا عاوزك تعيش بعمق شوية في مشاعر المسيح وهو بينطق الكلام ده. انا ممكن اقول لواحد ربنا يخرب بيتك، لكن ما اقدرش اقولها لابني، ما اقدرش اقولها للشخص اللي بحبه خالص وجاي عشان اموت عليه. شوف المشاعر العنيفة اللي كان بيكتسها المسيح اللي واقف بيقول بيتك هتخرب يا ابني، بيطلعها من قلبه وهو بيتقطع. الله يبكي على المدينة، بكى عليها وقال الكلمات ديت: نفسي حزينة جدا حتى الموت. أكبر فرحة للأب إن يشوف ولاده في حضنه. وأنا عاوز أوري لك دي إن شهوته شهوة قلب ربنا إن أنا أعيش ليه. بقول كم مرة أردت أن أجمع بنيتي فيكي، نفسي تكونوا ليا بقى. نفسه المسيح بيقول النهاردة هو واقف في وسطينا دلوقتي، نفسه بيقول يا ابني أنا عاوزك تكون ليا بس، يا بنتي أنا عاوزك ليا بس، قلبك يكون ليا. أنا قدمت لك حياتي، طب أنت مش تعيش ليا؟ وعاوز يحطني في حضنه، عاوز يدفيني كده، عاوز يحضني. ليه تفلته من بين ايدي؟ نفسي تعرفوا زوال هذا العالم وتفاهته وحقرته، وانا ديان العالم العادل، لكني رحمتكم ومت عشانكم. انا عاوزكم ليا. وفي اخر الايام نزلت بنفسي واخليت ذاتي واخذت شكل العبد وضربت طبيعتكم واحتملت الهزء والتعيير والجلد والبصق وصرت كدودة حقيرة وتحملت كل هذا من اجلكم، وانتوا برضو في عنادكم. وبعدين يا ربي واخرتها ايه؟ يقول بعدين هيجي الوقت اللي يفلت الزمان ويترك بيتكم لكم خرابا، ومش هتلاقوا فيه فايدة بعد كده. يا احبائي، في انذارات موجهة لينا باستمرار من ربنا. لا تحسبوا انات ربنا اهمال او انات ربنا ان هو ناسي، ولكن انما انات ربنا لتقدادنا الى التوبة. ولكن ان لم تتوبوا فجميعكم تهلكون. المسيح قال كده. الان وقت مقبول للخلاص وللتوبة الحقيقية يا احبائي. صرت على الصليب قدامي باستمرار، وصليبه مرسوم في ذهني وفي عقلي، وحياتي قدامي دلوقتي ما تنفصلش عني ابدا. ربنا اللي خلقنا على صورته ومثاله.